رسميا المنتخب المغربي يواجه أنغولا وموريتانيا وديا. قبل المرور للتفاصيل لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من يتوصل بكل جديد رياضي. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم عن خوض المنتخب الوطني لمباراتين وديتين شهر مارس القادم استعدادا للاستحقاقات المقبلة كالتصفية الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 26 وكأس أفريقيا 2025 بالمملكة. ووفق بلاغ الجامعة الرسمية فإن المنتخب المغربي سيواجه كل من أنغولا في 22 من شهر مارس القادم وموريتانيا في 26 من الشهر نفسه. وتبعت أن المباراتان ستقامان في ملعب أدرار بأكادير في ظهور هو الأول لأسود الأطلس بعد خيبة كأس أفريقيا 2023 بساحل العاج. وكانت التقارير الصحفية قد أوردت رغبة أوروغواي في مواجهة المغرب وديا، بيد أن الجامعة بمعية الناخب الوطني تفضل خوض مباريات مع منتخبات إفريقية بهدف التحضير استخلاصا للدروس التي تم استقاؤها من النسخة الماضية للكان.